المدير بس كل حاجة لحد ما خلاني فقدت السيطرة على أعصابي وسلمت له نفسي. كنت بدور على وظيفة لحد ما شفت إعلان على الفيسبوك، ومن هنا حياتي كلها اتغيرت. بعد ما كنت في حالي ومليش في أي حاجة، لواحدة بتعمل كل حاجة ممكن تتخيلوها. أنا بنت وحيدة وعايشة مع والدتي بس. والدي توفى من 4 سنين، وعشنا أنا ووالدتي على المعاش بتاعه في شقة إيجار. وطبعا من بعد وفاة بابا المصاريف والأسعار بقت تزيد علينا قوي، وكمان كنت محتاجة أجهز نفسي. وكنت ساعتها في آخر سنة في الكلية، وكنت مستنية أخلص السنة ديت وبعد كده أدور على أي شغل أو أي وظيفة علشان أقدر أحوش فلوس تشتري الجهاز بتاعي. المهم، خلصت كلية تجارة وبدأت أدور على وظيفة محاسب، لأني بحب المحاسبة جدا وعاوزة أشتغل في نفس المجال بتاعي. لقيت إعلانات كتيرة جدا لشركات طالبين محاسبين حديثي التخرج، فأنا قدمت في كذا شركة وعملت مقابلات كتيرة. بس الصراحة المرتب بتاع الشركات دي كان قليل قوي قوي، ده غير إن أماكن الشركات ديت كانت بعيدة قوي عن البيت. وطبعا أنا أي حاجة بعملها بروح أحكي لماما على طول، لأني ماليش غيرها، وكمان بتفكر معايا وبتقولي على الصح وعلى الغلط. لحد ما لقيت إعلان مطلوب سكرتيرة حسنة المظهر بمرتب 6000 جنيه. فأنا شفت المرتب وبصراحة ما كنتش مصدقة، وتمنيت إني آخد المرتب ده، وقلت مش مشكلة أكون سكرتيرة طالما مرتبها هيكون عالي كده. المهم، رحت نقلت الرقم على تليفوني واتصلت. لقيت حد بيرد عليا. قلت له لو سمحت، أنا شفت إعلان إنكم عاوزين سكرتيرة. قال لي تمام. انتي عندك كام سنة؟ قلت له عندي 21 سنة. قال لي طيب عندك مقابلة بكرة، وإداني العنوان. أول ما قال لي العنوان أنا كنت مبسوطة جدا، لأنه كان قريب قوي من البيت عندي، يعني ممكن ربع ساعة مشي وأوصل. المهم، رحت قلت لماما وحكيت لها على اللي حصل. قالتلي ربنا يكتب لك الخير يا بنتي، روحي وشوفي الدنيا كده وابقي قوليلي. المهم تاني يوم رحت على العنوان بالظبط، لقيت عناير كتيرة قوي وما كانش مكتوب اسم الشركة اللي قالي اسمها في التليفون. رحت اتصلت بيه. قال لي انتي فين بالظبط؟ وصفت له أنا واقفة فين. قال لي انتي كده قدام العمارة، ادخلي واطلعي الدور الرابع. دخلت العمارة وطلعت الدور الرابع. كان الدور ده عبارة عن شقة واحدة، ولقيت الباب مفتوح والشقة منورة بس مفيش حد. المهم، رنيت على الجرس، لقيت حد جوه بيقولي بصوت عالي اتفضلي. المهم دخلت ولقيت واحد عنده حوالي 30 سنة جاي من جوه وبيقولي تعالي اتفضلي. ودخلنا في أوضة المكتب بتاعته، وراح مطلع ورقة وقلم مكتوب فيها بيانات وقالي اكتبي البيانات بتاعتك هنا. وراح سايبني وقام، وسمعت صوت باب الشقة بيتقفل. بصراحة أنا قلقت قوي أول ما سمعت صوت باب الشقة اتقفل، بس شكل الشاب اللي أنا شفته ده إلى حد ما كان مطمني شوية، لأني حسيت شكله ابن ناس كده ولبسه كان حلو. المهم، كتبت البيانات بتاعتي وهو فضل يقرأ في الورق شوية كده وقالي انتي والدك بيشتغل ايه؟ قلت له أنا والدي متوفي. قال لي الله يرحمه. قلت له هي دي حاجة هتفرق في الشغل؟ قال لي لأ، بس أنا كنت حابب أعرف لأنك سايبة مكان وظيفة الوالد فاضية. قلت له تمام. قال لي طيب انتي ما اشتغلتيش في أي حتة قبل كده؟ قلت له لأ. قال لي ولا حتى أثناء الدراسة أو في الأجازة؟ قلت له بصراحة ما كانش فيه احتياج لموضوع الشغل ده الفترة اللي فاتت، خصوصا في وجود والدي. بس الدنيا لما بقت صعبة كده لجأت إني أدور على شغل، خصوصا إن أنا البنت الوحيدة. انتي ما عندكيش اخوات تانية؟ قلت له لأ. قال لي لأ. طيب احنا محتاجين سكرتيرة تشتغل معانا في الشركة، احنا شركة تسويق عقاري، ووالدي هو اللي كان ماسك الشركة وبيعمل فيها كل حاجة. بس من فترة كده بدأ يتعب ومبقاش يقدر ينزل ويتابع الشغل بنفسه، وكلفني أنا بكل حاجة. فمبدئيا الشغل بتاعنا بسيط ومش كتير، وأنا كنت محتاج واحدة علشان ترد على التليفونات وتفتح الشركة في مواعيدها، ومع الوقت هتفهمي كل حاجة في الشغل. وقالي الأجازة بتاعتنا هتكون يومين في الأسبوع، يوم الجمعة والسبت، ومواعيد الشغل من الساعة 10 الصبح للساعة 5. قلت له طيب والمرتب؟ قالي ما هو كان مكتوب في الإعلان. قلت له معلش أنا بس يعني حابة أتأكد من حضرتك. قالي 6000 جنيه. قلت له خلاص تمام. وصلت المكان واتصلت بريا. أنا دلوقتي واقفة قدام الشقة، هو حضرتك مش موجود؟
قال لي أنا داركن العربية بس وجاي 5 دقايق بالكتير وهكون عندك. المهم فضلت مستنياه، لقيته جه وقال لي معلش على التأخير، وراح مطلع المفاتيح وفتح الباب ودخل نور النور. رحت داخلة وراه. أول ما دخلت لقيته بيقول لي اقفلي الباب وراكي. فقلت له اقفل الباب؟ هو لازم يكون مقفول؟ قال لي هنسيبه مفتوح ليه؟ قلت له يعني عادي علشان لو حد جه أو كده. قال لي مفيش حد بيجي غير لما احنا نتصل بيه ونأكد عليه إنه يجي الساعة كام، وساعتها نبقى نفتحه. وبعدين دي شقة سكنية، ما ينفعش إنها تكون مفتوحة. لو حد رخم من سكان العمارة وعرف وحب يأذينا هيعمل كده بسهولة، فعلشان كده بقفله أحسن. قلت له تمام فهمت. ودخلت وقفلت باب الشقة ورايا، وراح داخل أوضة تانية غير أوضة المكتب بتاعه وقال لي ده المكتب بتاعك. المهم دخلت المكتب بتاعي، لقيت مكتب وعليه كمبيوتر. بصراحة عجبني وكنت مبسوطة جدا بيه. قال لي اقعدي كده ارتاحي وشوفي لو محتاجة أي حاجة ناقصاكي في المكتب قولي لي عليها. حسيته كده حد كويس جدا وفرحت إني شغالة معاه. عدى أول يومين وبدأنا ندخل في الشغل، وبقى يديني أرقام تليفونات ناس أعرض عليهم يشتروا شقق في أماكن معينة. وقال لي لو في حد قدرتي تقنعيه إنه يشتري شقة من الناس دي هيكون ليكي فلوس زيادة هتاخديها مع المرتب بتاعك. فأنا كنت متحمسة جدا وبدأت أكلم الناس بكل ثقة وأحاول أقنعهم، لحد ما في 2 فعلا جم واشتروا الشقق، وهو كان مبسوط بيا جدا. فضلت كده لحد آخر الشهر بشتغل وبكلم ناس، وتعلمت الشغل وبقيت كويسة جدا فيه ومرتاحة جدا ومبسوطة بالشغل ده. والشغل خلص وجيت وأنا ماشية لقيته بينده. دخلت المكتب لقيته بيديني ظرف أبيض وقال لي ده المرتب بتاعك. خدته منه وقلت له شكرا وروحت ومشيت، وما رضيتش أفتح الظرف أو أعد الفلوس اللي فيه قدامه. حسيت يعني إن هيبقى عيب إني أعمل كده. خرجت من الشقة وقفلت الباب ونزلت، وأنا أصلا هتجنن وأشوف شكل الفلوس دي. أول مرة في حياتي أشتغل وآخد فلوس. خفت أطلعهم في الشارع لحد ما وصلت البيت وسلمت على ماما وروحت. دخلت أوضتي وفتحت الظرف، لقيت فلوس أنا أول مرة فعلا في حياتي أمسكها، ومش مصدقة إن هم بتوعي. عديت الفلوس لقيتهم 9000 جنيه. ما كنتش مصدقة نفسي من الفرحة، وقررت إني لازم أحوش الفلوس دي ومصرفش أي حاجة منها علشان أجهز نفسي، وبقيت واخدة الموضوع تحدي. المهم الشهر اللي بعده وأنا قاعدة في المكتب بتاعي سمعته وهو بيزعق وبيتخانق مع حد جامد، بس معرفش هو بيتخانق مع مين. وبصراحة كنت هايفة أسأله لأحسن يحرجني، بس قلت أنا لازم أسأل، ما ينفعش أكون قاعدة معاه وهو في الحالة ديت ومتكلمش معاه. وبعد ما خلص المكان اللي كان بيزعق فيها رحت دخلاله وقلت له أنت متضايق مع حد بسبب الشغل ولا دي حاجة شخصية؟ راح باصص لي كده وسكت وقال لي لا دي حاجة شخصية. وتقريبا كل 2-3 كده بتجيله نفس المكالمة اللي بتخليه يتعصب ويتضايق. وبدأت أركز معاه علشان أعرف هو بيكلم مين، لحد ما عرفت إنه بيكلم مراته، وكان باين جدا إن في مشاكل جامدة بينهم. وأنا بصراحة ما رضيتش أتدخل في حاجة ما تخصنيش، لحد من فترة قريبة لقيته دخل المكتب عندي وبدأ يتكلم معايا ويحكي لي على كل اللي بيحصل مع مراته، وإن خلاص الموضوع وقف على الطلاق. وقال لي دي كمان مش بتخلف وأنا نستحملها بس علشان بحبها، وكمان طمعانة في فلوسي، كل شوية طلبات وفلوس، وهي عايشة لوحدها معرفش بتصرف الفلوس دي في إيه. لما بطلت وقللت الفلوس اللي بديها لها بدأت تتغير وتتحول عليا، واكتشفت إنها عايشة معايا علشان خاطر فلوسي. وقالي أنا خلاص قررت إني هطلقها ومش هتعيش معايا تاني، بس مشكلتي الوحيدة إني بحبها برغم اللي بتعمله معايا. بس أنا لازم أفوق، وأي حد يستنزفني أو عايش معايا علشان مصلحة أنا لازم أبعده عن حياتي مهما كان هو مين. فضلت أهديه شوية لأنه صعب عليا جدا، وكنت وقتها بتمنى أعمل أي حاجة علشان يخرج من المود اللي هو فيه ده، بس طبعا معرفتش لأن مفيش حاجة في إيديا. الأسبوع اللي بعده لقيته قالي إنه خلاص طلق مراته. المشكلة إن بعدها بكام يوم حسيت إنه دخل في حالة اكتئاب، وقدرت بكلامي إن أنا أخليه كويس. وبدل ما كنت بروح وأقعد في المكتب بتاعي واشتغل، لأ لقيت معظم الوقت معاه في المكتب بتاعه بنحكي ونضحك ونهزر، وخدنا على بعض قوي، وعلاقتنا ببعض بقت حلوة جدا. لحد ما في يوم
كنت قاعدة في المكتب عنده وبكتب حاجة على ترابيزة صغيرة قدامه، وأنا كنت قاعدة. راح هو قام من على المكتب وأنا بكتب، وراح واقف ورايا بيشوفني بكتب إيه. إيده حط على كتفي. أول ما إيده لمست كتفي حسيت إني مش قادرة أنطق أو أتكلم، ولقيته بيقول لي أنتي خطك حلو قوي. لأني ما ردتش عليه قال لي إيه يا بنتي مش بكلمك؟ قلت له ربنا يخليك. راح شايل إيده من على كتفي ورجع قعد مكانه تاني. حسيت ساعتها إن جسمي كله بيترعش من الخوف وخدودي بدأت تحمر من الكسوف. قال لي مالك اتغيرتي ليه كده؟ قلت له على فكرة أنا عمري ما حد لمسني قبل كده. قال لي أنتي زعلتي؟ قلت له لا ما زعلتش، بس إحساس أول مرة أحسه في حياتي فعلشان كده اتغيرت. قال لي لا بصي أنا مش عاوز الإحساس ده يجيلك تاني. قلت له مش هيجي تاني إزاي بقى؟ قال لي مش أنتي بتقولي إنك أول مرة حد يلمسك كده علشان كده حسيتي بكده؟ قلت له آه. قال لي خلاص إحنا مش هنخليها أول مرة، إحنا هنخليها كذا مرة علشان الإحساس ده ميجيش تاني وتتغيري كده. المهم فضلنا نضحك بعدها، واليوم خلص وروحت البيت وأنا مش قادرة أنسى إحساسي لما حط إيده على كتفي. كنت حاسة إن الموضوع علم معايا وعمالة أفكر فيه. وعدى اليوم وبقى تقريبا كل يوم بقيت أحس إنه بيقرب مني. مرة يحط إيده على كتفي، مرة أكون واقفة بتفرج من الشباك ألاقيه واقف جنبي وحاطط إيده عليا. وبصراحة بقى ما كنتش بتكلم ولا قدام حاجة، وفي نفس الوقت مش عارفة أقول له إيه. خايفة أقول له ابعد أو شيل إيدك يقلب عليا أو يمشيني من الشغل. فبقيت بسكت وبمشي أموري لحد ما الموضوع بقى عادي جدا بينا، وبقيت بتطبل منه أي حاجة بيعملها من غير ما أزعل منه، لأني تقريبا في الوقت ده بدأت أحبه وبقيت أحب قربه مني. لحد ما جه في يوم واعترف إنه معجب بيا وإنه بيحبني وبيحب وجودي معاه، وبدأ الفترة دي يجيب لي هدايا وخلاني عايشة في قمة السعادة، لدرجة إني ما بقيتش أعمل أي حاجة لما وبعد موضوع الهدايا بقى كل فترة كده، كل أسبوع أو كل أسبوعين ألاقيه يقول لي إحنا بكرة أجازة، وبدل ما كنا بنقعد في الشغل بقى يخرجني في اليوم ده بالعربية بتاعته، وبقى يوديني أماكن أول مرة أروحها في حياتي. هو أكبر مني بحوالي 8 سنين أو 9 سنين، بس مش باين عليه خالص. خرجنا كتير أنا وهو وبقيت أحبه جدا، وبسبب حبي له ده اتفتح باب تاني لقصتي. ما كنتش متخيلة إنه هيجي عليا يوم ويحصل كده مني. طبعا علاقتنا ببعض في المكتب اتطورت، وبدل ما كان يلمسني مثلا بإيده ويحط إيده على كتفي، لأ الموضوع بقى أكبر من كده بكتير. فأول مرة كان هو قاعد في المكتب بتاعه وأنا كنت جوه في المكتب بتاعي، فسمعته بينده عليا علشان أجيب له حاجة. المهم خدت الورق اللي طلبه مني ورحت وقفت جنبه ومديتوله. راح واخد الورق مني وحطه على المكتب وقال لي انتي في حاجة في الهدوم بتاعتك من ورا. قلت له مش عارفة في ايه. قال لي أصل محت حاجة كده في الهدوم، لفي كده. أول ما لفيت علشان يشوف في ايه في ظهري لقيت ايديه الاتنين بقوا على وسطي، وراح شددني جامد عليه خلاني أقعد على رجله. أنا أصلاً اتخضيت من الموقف وجيت علشان أقوم. قال لي بس بقى أنا ما صدقت تكوني قريبة مني كده، ولقيته ماسكني بإيديه الاتنين جامد. قلت له بس كده ما ينفعش. قال لي هو أنتي مش بتحبيني ولا إيه؟ قلت له لأ بحبك طبعاً، بس أنا أول مرة أتحط في الموقف ده ودلوقتي أنا متوترة جداً. قال لي ولا تتوتري ولا حاجة، خليني نفسك خالص، أنا مش هعمل أي حاجة، أنا عاوزك كده في حضني وبس. ما قدرتش وقتها أتكلم وسبته. في اليوم ده فضل يبوس فيا كتير قوي لدرجة إني قلت له أرجوك كفاية، أنا دخت جدا. وهو ما بطلش غير لما خلاص الوقت فعلا كان اتأخر وكنت لازم أمشي. وعلى ما قدرت أفوق من اللي أنا كنت فيه وظبطت هدومي وشكلي ونزلت كانت الساعة فعلا اتأخرت، وماما ساعتها قالتلي إيه اللي أخرك النهاردة؟ وقلت لها إن أنا كان عندي بس شغل كتير وإن شاء الله مش هتأخر تاني. دخلت أوضتي من هنا وأنا أعصابي سايبة مني. بالنسبة لي أنا كنت مبسوطة قوي بالإحساس اللي حسيته، بس في نفس الوقت خايفة تحصل حاجة بينا أكبر من كده، وساعتها مش عارفة أقوله إيه أو هتصرف إزاي. وقلت بعد كده هحاول ما أكونش قريبة منه أو أديله فرصة إنه يقرب مني بالشكل ده تاني. بس للأسف لما بقى يجي يقرب مني أو يعمل أي حاجة ما بقتش أقدر أمنعه.
حاسة إني اتعودت على كده معاه أو حابة كده منه، وبقى الموضوع بالنسبة لي عادي جدا. لحد ما في يوم زود اللي هو بيعمله معايا. حاسة إن ساعتها كنت متخدرة أو واخدة بنج. اليوم اللي عمري ما هنساه في حياتي لما دخل المكتب عندي وقفل الباب وراه وطفى النور، ولقيته بيقرب مني، وبعدها قوّني من على الكرسي وخدني في حضنه لحد ما عمل معايا الحاجات اللي بتحصل مع المتجوزين. وبعد ما خلص لقيت نفسي بنهار من العياط، ورحت البيت وقلت أنا مش ممكن أروح المكان ده تاني ولا عاوزة أشوفه تاني أبدا. بس بعد إيه بقى؟ بعد ما بقيت مش بنت. تاني يوم لقيته بيتصل بيا، رديت عليه وقلت له أنا مش هاجي الشغل تاني خلاص. قال لي طب تعالي خدي المرتب بتاعك. رحت له اليوم اللي بعده وقعد يتكلم معايا وقال لي إن اللي حصل منه ده كان غصب عنه، وعمل معايا كده علشان بيحبني. وقلت له خلاص، لو زي ما انت بتقول إنك بتحبني اتقدم لي واتجوزني. قال لي خلاص أوعدك إني هعمل كده، بس انتي عارفة إني لسه خارج من موضوع طلاق، سيبيني كده بس شوية أظبط أموري وإن شاء الله هتقدملك ما تقلقيش. وثقت في كلامه ورجعت الشغل تاني، وزود مرتبي كمان. وطبعا بما إني خلاص ما بقيتش بنت، بقى يحصل بينا كل أسبوع نفس اللي حصل منه أول مرة، وبرضه الموضوع بقى عادي بالنسبة لي، وبقيت أنا حابة كده بعد ما أول مرة أنا عيطت فيها. الموضوع اتحول من واحدة كانت خايفة على نفسها وبتحافظ على نفسها لواحدة خلاص مش فارق معاها حاجة، وبقيت أعمل معاه كل حاجة على أمل إنه يتجوزني زي ما وعدني. وطبعا كل ما أجي أفتح معاه في موضوع الجواز يقولي أنا لسه في مشاكل مع طليقتي ويتحجج بأي حاجة، وفي نفس الوقت خايفة أسيبه وأسيب الشغل، هبقى كده خسرت حاجتين: خسرت الفلوس اللي باخدها منه كل شهر، وكمان هبقى خسرت فرصتي والأمل الوحيد اللي في حياتي إنه ممكن يتجوزني. وما أعتقدش إني هلاقي حد يتجوز واحدة زيي، مع إني جميلة جدا وكل حاجة، بس لو حد عرف أو اكتشف إني أنا مش بنت هتبقى فضيحة. أنا خايفة جدا جدا ومش عارفة أعمل إيه. وهل فعلا ممكن يتجوزني زي ما وعدني، ولا هو بيقول لي كده وخلاص؟ ولو حد غيره تقدم لي واكتشف الموضوع بتاعي هيبقى إيه الوضع؟ والله أنا مش عارفة أفكر خالص، ومحتاجة أي حد يساعدني ويقول لي أعمل إيه. ودي كانت قصتي، ودي كانت حكايتي.